وكالمعتاد نبدأها بأهم وأبرز العناوين. مساعدات للمحتاجين في مختلف مناطق إقليم القشبركة. وضع برنامج لقرص 300 ألف شتلة في مديرية عرزة. نفير لصيانة طريق معايني في القمحرة. عقد مؤتمر طارئ للمانحين بعد انفجار مرفأ بيروت. إسبور يكشف خطة تقليص القوات الأمريكية في أفغانستان. و8 قتلى بينهم 6 سياح فرنسيين في النيجر. ومن العناوين إلى التفاصيل. مرحبا بكم. أوضحت المعلومات الواردة من مختلف مناطق إقليم القشبركة مواصلة مساعدات الجهات المحتاجة التي بادر بها الشعب وأعضاء قوات الدفاع والمواطنون الحكوميون بطريقة أكثر تنسيقا. ووفق المعلومات التي أدلوا بها مراسلو إيرينا، تبرعت وحدات الجيش المرابطة في هيكوتا 27150 نقفة، وجمعية أصحاب البساتين بهيكوتا 50600 نقفة، وعمال الحكومة في المديرية 14663 نقفة، وأعضاء مصنع قاش ستيت 15000 نقفة. كما تبرع المحسنون ب 119216 نقفة للأسر المحتاجة، عبارة عن ذرة ونقدا ماليا، وأعضاء الخدمات الفنية العامة بلابو 17 كنتال ذرة، وأعضاء مؤسسة المواشي والغلال بفيسكو 14 كنتال ذرة. وقدمت وحدات قوات الدفاع المرابطة في أم حجر الذرة والسكر والطحين الأبيض والعدس لذات القرض. من جهة ثانية، سمح المواطنون في هيكوتا وبارنتو وتوكومبيا مدفوعات إيجارات البيوت والمؤسسات لشهر وحتى زوال كورونا من البلاد. أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن مناطق عدي نفاس وعدي قمشو وعدي قروتو وحاتنا في مديرية عرزة بالإقليم الجنوبي قرصوا حوالي 130 شتلة في إطار البرنامج الموضوع لقرص 300 ألف شتلة في المديرية. واشتملت حملة التشجير الجارية ابتداء من 28 من يوليو المنصرم شتول سيزال الأشجار المعمرة والأصيلة، حسب ما أفاد بها خبير حماية وتنمية الثروة البحرية الشاب فغادو والديوهنس. وقال الشاب فغادو إن الأشجار المقروسة في المديرية عبر سنوات ظلت تفتقد للاهتمام الجاد من قبل المواطنين، كما يتم تقطيع الأشجار المعمرة للاستفادة من الطاقة المنزلية، داعيا القرى لإبداء الرعاية والحماية اللازمة. وأشارت السيدة فروين مدهني مديرية ضاحية عدي قريتو بأن 5 قرى الضاحية قاموا برعاية لازمة للشتول المقروصة، حيث وصلوا إلى مرحلة الاستفادة من نتاج جهدهم هذا. وينتج مركز شتول مايمنة سنويا أكثر من 300 ألف شتلة من مختلف أنواع الشتول، ويوزعها إلى إدارات الضواحي والمؤسسات الحكومية والأشخاص. نظم السكان والمواطنون الحكوميون ببلدة مايعيني وكذلك سكان مناطق عدي باري وعدي حفيت وأنباع الربا نفيرا لصيانة طريق مايعيني دقم حره. وأفاد مراسل إيرينا صيانة الأجزاء المعطلة في الطريق بمشاركة أكثر من 300 شخص في النفير. وقال المشاركون في النفير إن أنشطة النفير الجارية تهدف إلى مكافحة انجراف الطريق التي يمكن أن تحدث في موسم الخريف وتأمين خدمات المواصلات، وبما أن الأعمال الجارية بقدراتهم المحدودة تجلب حلول مؤقتة، مناشدين منح اهتمام أكبر للطريق ليقدم خدمات مواصلة مستدامة. قامت مديرية قلوج بإعداد نقطة لمكافحة قزو الجراد المنتشر في دول أفريقيا المجاورة.
وأوضح عضو وحدة مكافحة الآفات المتنقلة الشاب طهي زرأزجي عن تقديم دورة تأهيلية لحوالي 1000 شخص من المواطنين وأعضاء قوات الدفاع في المنطقة تركزت حول أنواع وطبيعة وخطورة الجراد وسبل تساعد في تمييز الجراد عن بعضها ونقل المعلومات والخطوات التي يمكن اتخاذها للوقاية منه ورش المبيدات القاتلة للجراد. وذكر الشاب طهاية بأنهم قدموا دورة للخبراء الزراعيين من 16 مديرية تقليم القشبركة فيما تمت صيانة أدوات الرش وتجهيزها. وأشار إلى أن الاستعدادات المسبقة تهدف إلى مكافحة غزو الجراد والتقليل من الأضرار التي يمكن حدوثها، مناشدين القيام بالمتابعة الجيدة لمناطقهم والإبلاغ الفوري في حال ظهور أي آفات جديدة. من جهته قال مدير مديرية قلوج السيد دسي زر مريم أن إنشاء النقاط لمكافحة الآفات المتنقلة يساعد الجهود الجارية، داعيا الدارسين لتطبيق المعلومات المكتسبة ونقلها إلى الآخرين. استشهد اليوم الأحد 9 من أغسطس المناضل برخات تخلسنبت برخات توكر مسؤول الشؤون الإدارية في مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بإقليم عنسبة أثر مرض ألم به عن عمر بلغ 76 عاما. والتحق المناضل برخات إلى صفوف قوات تحرير الشعبية الإريترية في العام 1970 وخدم شعبه ووطنه في فترة الكفاح المسلح في الداخل والخارج في مختلف مستويات المسؤولية وبعد الاستقلال وحتى يوم استشهاده كمسؤول الشؤون الإدارية في الجبهة بإقليم عنسبة. المناضل برخات هو رب أسرة وأب ل4 أبناء، ووري جثمانه الثرى منتصف اليوم 9 من أغسطس في مقبرة الشهداء بمدينة كرن. ويقدم المكتب المركزي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة أحر تعازيه باستشهاد المناضل برخات تخلسنبت ويعرب عن تعازيه لأسرته وزملائه ورفاقه. أيها السادة والسيدات، هذه كانت أخبارنا المحلية، فصل قصير ونعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر طارئ للمانحين إن من واجب القوى العالمية دعم الشعب اللبناني بعد انفجار هائل دمر عاصمتهم في الوقت الذي بات فيه مستقبل البلاد على المحك. كان الاقتصاد اللبناني المثقل بالديون يعاني من أزمة بالفعل ويئن تحت وطأة جائحة فيروس كورونا قبل الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأودى بحياة 158 شخصا. لكن الحكومات الأجنبية تتحفظ بشأن تقديم الدعم المطلق لحكومة يعتقد شعبها أنها غارقة في الفساد. وقال ماكرون في افتتاح مؤتمر للمانحين عبر الإنترنت شارك في تنظيمه إن الأمم المتحدة يجب أن تنسق الاستجابة الدولية في لبنان. وأضاف أن عرض المساعدة شمل دعما لإجراء تحقيق مستقل ذي مصداقية في انفجار مرفأ بيروت في 4 من أغسطس والذي دفع بعض اللبنانيين إلى الدعوة لانتفاضة اللي طاح بزعمائهم السياسيين. ودمر الانفجار أحياء بأكملها وتسبب في تشريد 250 ألف شخص وهدم مؤسسات تجارية وأطاح بإمدادات الحبوب الأساسية. قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الولايات المتحدة تخطط لتقليص حجم قواتها في أفغانستان إلى عدد أقل من 5000 بنهاية نوفمبر ليكشف بذلك تفاصيل عن خطط الخفض التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب قبل أيام. وللولايات المتحدة حاليا الزهات 8600 عسكري في أفغانستان. وكان ترامب قال في مقابلة نشرها موقع أسكيوز إن الولايات المتحدة تخطط لخفض هذا العدد إلى نحو 4000. وأعلن إسبر تقليص عدد القوات في مقابلة مع شبكة فوكس الإخبارية. وفي سياق متصل أعلن المجلس الكبير ألويا جيرغا
موافقة آلاف الأعيان في الأعضاء فيه على الإفراج عن 400 سجين من حركة طالبان ارتكبوا جرائم خطيرة، بينها هجمات استهدفت أجانب وأفغان وأدت إلى سقوط قتلى. ويشكل مستقبل هؤلاء السجناء شرطا أساسيا لبدء مفاوضات بين حركة طالبان والحكومة اللتين اتفقتا على تبادل السجناء قبل المفاوضات، لكن كابول التي أفرجت لحد الآن عن نحو 5000 سجين كانت ترفض إطلاق سراح هؤلاء 400 الآخرين. أيها السادة والسيدات، بهذا قد نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. شكرا للمتابعة، دمتم بألف خير.